البشمينة أكلة من التراث الحمصي. طبعا أي حدا من سوريا بينزل على حمص لازم يجيب حلاوة حمصية أو حلاوة الجبن. على الذمة والضمير في أحلى من هيك منظر؟ شايفين قوامها ما أحلاه؟ ولازم تكسر بهذا الشكل. شايفين كيف الطبقات فوق بعضها؟ هلا أول شي نبلش فيه مسمى بسم الله. بطنجرة بدي أحط 5 كواب ممسوحين مسح من الطحين، وهاي 5. هيك الطحين بيطلع عندي وزنه من 650 ل 700 جرام. على نار هادية بدي حمصه لمدة 10 دقائق. انتبهوا للملاحظات لأنه كتير مهمة مشان تنجح معكم وما تطلع قاسية. بطنجرة على جنب بدي أضيف عليها كوبين من السكر، يعني كل كوب سكر بيطلع 200 جرام، يعني بدي 400 جرام من السكر. لكوبين السكر بياخدوا نص كوب من المي، يعني 400 جرام سكر 100 جرام مي. هلا بنشتغل على القطر. بسم الله. هيك بلش يغلي عندي القطر، بدي وطي الغاز على الأخير. شايفين الغاز اللي عندي بدي وطيه على الأخير، وهيك لازم يغلي القطر بهذا الشكل. شغلة كتير مهمة بالنسبة للقطر، إذا نجح معكم القطر نجحت معكم الوصفة. لازم بعد ما يغلي القطر نوطي الغاز على الأخير ونتركه يغلي لمدة ربع ساعة. عيروا الوقت يعني 15 دقيقة. إذا كان الغاز عالي على القطر راح يحترق معكم ويمرمر. هلا بعد 10 دقائق تقريبا من تحميص الطحين، يعني بدي اياه يكون لونه ابيض هيك. هلا ل5 كواب طحين بدهم نص كوب من السمنه، يعني 700 جرام طحين 100 جرام من السمنه. بنحركهم على نار وسط لمده تقريبا ربع ساعه. يعني هون عند القطر باقي له 10 دقائق تقريبا. يعني لازم تبلشوا بالطحين والقطر بنفس الوقت. ليش؟ لانه انا بدي اشتغل فيهم وهن سخنين، اذا بردوا ما راح ينجحوا معي. وهاي الكباتيل كلها لازم نتخلص منها، يعني نكبسها هيك كبس حتى تنخلط السمنة مع الطحين. كل ما كانت السمنة طيبة كل ما أعطتكم طعم البشمينة أطيب. والقطر ما بنحط له الملح ليمون أول شيء، لازم نحطه آخر شيء، يعني قبل ما نطفي عليه بدقيقة أو دقيقتين. أنا بدي إياه يتحمص منيح مشان ما ناكل طحين ني. عندي صينية بهذا الحجم بدي أضيف عليها شوية طحينة، يعني تقريبا معلقة كبيرة، ومندهنها على كل الصينية مشان ما يلزق القطر معنا. وهيك عندي الطحين بعد 15 دقيقة أو 17 دقيقة جاهز عندي. هلا بعد 13 دقيقة بالضبط شايفين كيف صار منظر القطر. عندي رشة صغيرة من ملح الليمون بهذا الحجم، يعني تقريبا أقل من ربع معلقة صغيرة. هلا بخليه دقيقة وبعدين بطفي عليه. شايفين بعد ما حطيت ملح الليمون حركته بشكل منيح ومسحت الحراف بشكل كتير منيح. ديروا بالكم ما تخلوا أكتر من هيك وقت، أكتر من هيك بيحترق معكم. الصينية اللي دهنت فيها الطحينة بدي أفضي فوقها القطر. بسم الله. هلا بتركه بالصينية لمدة 10 دقائق، يعني بدي اياه يبرد بحيث انه اتحكم اشتغل فيه. بعد ما خلص عندي الطحين بدي افضيه على الطاولة. ريحته بتشهي القلب. بنفرده شوي بهذا الشكل. شايفين بنفضيها فوق الطحين. انا ما بدي اياها تبرد كتير، بدي اياها تضل سخنة، لانه اذا بردت كتير راح تقسى معنا، ما راح نعرف نشتغل فيها. بعد ما فردت القطر بهذا الشكل بنجيب شوية طحين بنرش على الوجه. المهم اني رطي هذا القطر بشكل منيح. بعد ما حطيت الطحين بدي اكبسها بهذا الشكل. بعد ما فردناها بهذا الشكل بنجيب طرف القطر ونسكره على النص. بعدين بنجيب الطحين وبنرش وبنرجع نكبس. بعدين بنجيب هاي الجهة بنلفها طبقتين، بنجيب هاي لهون وبنجيب هاي لهون. نرجع بنحط طحين وبنرجع نكبس، بنحط طحين، نرجع بنجيبها لهون وبنجيب هاي لهون، نحط طحين. يعني مكوناتها جدا سهلة ومتوفر بأي بيت، بس شغلها كتير دقيق خاصة بالقطر. لازم تنتبهوا على القطر كتير منيح. نرجع بنجيب هاي لهون وبنجيب هاي لهون، نحط الطحينات اللي زادوا وبنكبس. نرجع بنعمل لها دور تاني، هاي لهون. صارت عندي أحلى بشمينة، بشمينة حمصية بامتياز. هلا بنشيلها وبنحطها، بنجيب السكين وبنقطعها بنفس الوقت، ما نتأخر عليها. هذا الحجم ممتاز. بسم الله. نرجع نقطعها بالعرض. هلا هيك نستناها لحتى تبرد بشكل منيح، لأنه طول ما هي سخنة راح تضل تمط معكم بهذا الشكل، بس تبرد راح تلاقوها عم تقرمش قرمشة معكم. شوفوا منظرها ما أحلى طالع. طبعا البشمينة صنف من الأصناف اللي بتتقدم بخميس الحلاوة المتعارف عليه بأهل حمص، اللي هي الخبزية والسمسمية وبلاط جهنم. بس أنا عملت لكم البشمينة لأنه أكتر صنف بحبه
ولازم تكسر بهذا الشكل. شايفين كيف؟ شايفين قوامها ما احلاه؟ بسم الله. تقرمش قرمشه. جربوها بهاي الطريقة، اعطوني رأيكم بالتعليقات. سلام.